السلام عليكم يا شباب. على السريع عشان حد سألني على حاجة وأنا في الدورة. قال لي إيه الفرق بين المندوبين في القطاع الغذائي؟ المندوبين القطاع الغذائي اللي بيشتغلوا دايما بيشتغلوا الشركات الغذائية. عندهم أنت مندوب المبيعات هنا بيبقى مندوب مبيعات، عندك مندوب مبيعات كشفان اللي هو بيوزع على البيانات وحاجات زي كده، عندك مندوب جملة اللي هو بيختص بالناس الكبيرة، ناس الجملة، الناس اللي هي بتوزع بعد كده لمطاعم، بتوزع بعد كده لاسواق. ده مندوب كاش جمله. وكبار العملاء اللي احنا بنسميه كي اكونت، اللي هو عندك زي كارفور، زي الهايبرات. انا مش عايز اقول اسامي عشان الموضوع مش مسموح. الهايبرات وحاجات زي كده، دي كلها اللي احنا بنسميه كي اكونت، هي دي الكي اكونت. بعد كده الكيترنج ده اللي هو بيشتغل مطاعم، بيشتغل ممكن يدخل مستشفيات، ممكن يدخل الحاجات اللي هي كلها بتستخدم. وحتى وانت في شركات الاغذيه بتلاقي العبوات مختلفه، بتلاقي في عبوات بتنزل للمطاعم اللي احنا بنقول عليها عبوات كيترنج. بتلاقي مثلا لو نفترض همبرجر مثلا، انت العبوات العاديه بتكون 10 علب في علبه، 10 قطع في علبه. المستشفيات، المطاعم الكبيره اللي بتستخدم، بتلاقي العبوه بتروح له مثلا الكرتونه فيها 100 واحده متفرغه. فده الفرق ما بين المندوبين المبيعات والتخصص في كل حته في الغذائيه. دي مهمه طبعا. كل برضه الغذائيه والكوزماتكس وكده قريبين من بعض في الحاجات اللي زي كده. بتلاقي المندوبين متخصصين في الحته اللي زي كده. ايهاب الماحي، مدرسه البيع. ما تنسوش تروحوا على قناه اليوتيوب، بدانا ننزل دورات مواصفات المندوب البيع الناجح. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع. سبسكرايب بقى وكده. يلا تحياتي.